في الحلقة دي هنتكلم عن معنى تقدير الذات الحقيقي، وازاي ما تربطش قيمتك بإنجازاتك أو ممتلكاتك، والتعامل مع النقد امتى تسمع له وامتى تتجاهله، والفرق بين المجاملة والصراحة الذكية، وليه الناس ساعات بتنتقدك مش عشانك انت لكن عشان هما نفسهم. حلقة مهمة وهتغير وعيك ناحية حاجات كتير. ما هي قيمتك عند نفسك؟ بغض النظر في ناس حواليك وعندك جمهور او لا، بغض النظر انت من عيلة ايه او وظيفتك ايه او معاك فلوس ولا لا، معظمنا اتربى على الحب المشروط اللي هو عملت الانجاز الفلاني فانا هحبك، نجحت في كذا فانت شاطر وجميل ومحبوب، ولو ما نجحتش فلا. الانسان اللي بيربط قيمته في انجازاته هو انسان ما بيقدرش نفسه. الانسان اللي بيشوف نفسه من خلال هو ايه او معاه ايه او حواليه ايه فهو انسان يجهل قيمة نفسه. قيمتك هي انت ايه عند ربنا اصلا، قيمتك في مبادئك. ربنا سبحانه وتعالى قال ونفخنا فيه من روحنا، ودايما بنقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه بمنتهى التقليل. لما بيكون في مشكلة وحاسس ان كل حاجة حواليه بايظة فيقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، مع انها المفروض انها تتقال بفخر. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، واثق في قدراتك، واثق انت ايه، انت ربنا مكرمك ازاي. ربنا قال علينا افضل مخلوقاته اللي عندها عقل ومبادئ مش ممتلكات وصحاب وعيلة. سيدنا يوسف عليه السلام لما طلع من السجن قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. وقتها طبعا كلنا عارفين ان سيدنا يوسف يعني ما كانش يملك اي شيء، لا عيلة ولا فلوس ولا صحاب ولا اخوات ولا مهنة، مجرد حد لسه طالع من السجن، بس هو على علم كامل بقدراته وبنفسه وبمبادئه انه فعلا شخص امين، فقال اني حفيظ عليم. ما قالش انا نبي ابن نبي ابن نبي، يعني هو سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، سلالة انبياء يعني وعيلة فخر، ودي حاجة طبعا يعني غالية جدا، بس هو ما نسبش قدراته في حاجة حواليه. تقدير الذات يعني ايه هو رأيك عن نفسك؟ هو كان رأيه عن نفسه ان هو بني ادم امين، فايه هو رأيك عن نفسك؟ بتشوف نفسك ازاي؟ الشخصية القوية عندها تقدير لذاتها بغض النظر عن كلام الناس عنها وآرائهم. الشخصية القوية هي عبارة عن إنسان مش شايف غير رأيه هو عن نفسه ومش رابط تقديرها بأي حاجة تانية، سواء صحاب، شغل، إنجازات، فلوس، أو حتى ناس بتدعم. ودايما الشخص اللي رأيه عن نفسه مهزوز بيتأثر بأي كلمة أو رأي بيسمعه. وجود ناس حواليك بتدعم وبتشجع وبتقول آراء إيجابية ده بيحفزك ويخليك أحسن، بس عدم وجودهم ما يأثرش عليك في أي حاجة عن رأيك في نفسك ده. خليك عارف الناس كده كده بتتكلم وبتقول رأيها طول الوقت، محدش بيسلم من كلامهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمش من أذى كلام الناس دايما. عشان كده فلتر أي كلام بيتقال حواليك وخد منه اللي ينفعك وسيب الباقي. بيقول دكتور ياسر الحزيمي اتعامل مع آراء الناس كما تتعامل مع الرداء، شوفوا لو عجبك وناسبك ونفعك وجملك خده والبسه، ولو لأ فاخلعه. انت مش ملزم ان يكون رأي الناس فيك حقيقة، يعني ما تتأثرش بالنقد بس في نفس الوقت ما تهربش منه. يعني في حالة انك شايف انه احتمال يبقى حقيقي فخده بنية الإصلاح وليس جلد الذات. بالإضافة ان قبول النقد ده أصلا مش من أي حد، الناس اللي بثق فيهم بس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واحد من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له، يعني لما يجي ياخد رأيك قوله له. وقال في حديث الترمذي المؤمن مرآة أخيه. وطبعا احنا اللي بنروح للمراية دي ونبص ونسأل مش العكس، والمراية طبعا بتعكس الحقيقة زي ما هي. ولما تبص في المراية وتشوف حاجة انت مش حاببها فيك غيرها وصلحها، مش تكسر المراية. ملخص جزء تقدير الذات والتعامل مع الآراء انه ما تربطش قيمتك بحاجات مش مضمون وجودها طول الوقت، ما تسمحش لحد يأثر على قيمتك عند نفسك ولا رأيك عنها، وتقبل النقد بغاية الإصلاح لتطوير نفسك من ناس فعلا بتثق فيها. دلوقتي لو أنا الشخص اللي بيتاخد رأيي، هل المفروض أجامل وأقول رأيي بشكل لطيف خوفا على مشاعر اللي قدامي، ولا أتعامل بطبعي وأقول كل اللي في دماغي بمنتهى الصراحة ومن غير تفكير ولا تزيين في الكلام، وكده كده الشخص اللي قدامي هو اللي طلب رأيي يعني.
امتى يكون الشخص ده او الشخص ده؟ اولا لو حد جه ياخد رأيك في حاجة حصلت فعليا او اشتراها خلاص، يعني حاجة خلاص عدت وخلصت، فمش من الحكمة ولا الأخلاق ولا الذوق إنه لو رأيك فيها إنه لأ مش حلوة تقوله بشكل صريح، أو تقوله عامة. يعني لو حد جه اشترى مثلا ساعة وبيوريها لك، ما ينفعش تكرهه فيها وتقوله لأ بس مش حلوة أو كان في أحلى، ما تستاهلش، أو تحسسه بكره وقفلان منها عموما. أو التعليقات اللي بتبقى سوشيال ميديا أكتر، ده مش من الدين ولا الأخلاق، وفي المواقف دي لازم المجاملة والكلام اللطيف زي مبروك على الساعة لطيفة قوي أو هكذا. لكن لو حد جه ياخد رأيك في حاجة لسه ما تمتش وما حصلتش، فهنا لازم تقول رأيك بمنتهى الصراحة. حتى الصراحة ليها اسلوب وتوقيت، يعني ما ينفعش يبقى مؤذي نفسيا للي قدامي. طيب ايه افضل طريقة ينفع اكون صريح بيها؟ هو انسب طريقة ان انت تسأل اللي قدامك. مثلا حد جه قالك وهو متحمس قوي انا هشتغل في كذا، ايه رأيك؟ هنا انت هتسأله اسئلة على هيئة معلومات عن اللي هو عايز يشتغله ده، زي انت عارف مثلا ان الوظيفة دي بتحتاج مهارة كذا، فهل انت حاسس انك قوي فيها كفاية؟ لحد ما يعيد تفكير معاك في كل النقط الأساسية اللي ناقصاه، أو حتى يتأكد من قراره ده، تخليه هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقول المعلومات. ملخص الجزء ده انه امتى تجامل وامتى تبقى صريح. هو تجامل لما حد يطلب رأيك في حاجة حصلت خلاص، وتبقى صريح لو الحاجة دي لسه محصلتش. آخر حاجة هي انه احيانا الناس بتنتقدك مش عشان انت وحش، او ليس لانك سيء. يعني اولا الناس كلها بتحب النجاح، بس مش كل الناس بتحب الناجحين. ثانيا الناس بتكره فيك اللي ناقصهم هم، يا اما بيختاروا يحاولوا يوصلوا للي عندك ومش عندهم، وده صعب جدا، فمحدش بيختار يعمل ده غير قليل قوي، يا اما يختاروا يقللوا وينقصوا منك، وده طبعا بيريحهم جدا. فخدها قاعدة، انتقاصك للآخر مش هيرفعك. الناس بتنتقد اللي بيحسسهم قدام نفسهم انهم قليلين. طيب هل كل منتقد ليا مش قريب مني ومخدتش رأيه ممكن يبقى نقده أو رأيه ده غلط وبيحاول يقلل؟ الأكيد انه لأ. وزي ما اتكلمت في حلقة قبل كده ان الإنسان فيه جزء جواه يعرفه فعليا، وجزء بيكتشفه لسه على مدار حياته. لما حد يجي ينتقد، يا هيقول حاجة في الجزء اللي انا اعرفه عن نفسي فهيبقى واضح قدامي ان انا اقرر اللي اتقال ده صح او غلط، يا هيقول حاجة فيا انا معرفهاش فهبدأ افكر فيها واشوف هي فعلا موجودة واعترف بده وابدأ اصلح او لا. واللي بيعترفوا من جواهم وما بيحاولوش يصلحوا، دول اللي ما بيتغيروش. اللي بيبرروا اغلاطهم من غير ما يصلحوها عشان مش قادرين يتقبلوا ده، دول بيفضلوا في مكانهم ما بيتغيروش. من المؤشرات ان عندك تقدير عالي لذاتك هو اعترافك بالخطأ. دليلك على تقديرك لذاتك انك تعترف بغلطاتك وتصلحها. ولحد هنا وصلنا لنهاية حلقة يعني تكاد تكون من اقوى الحلقات. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.